اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب فايف. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. بنحاول نقدم افلام تقييماتها قوية ومش مشهورة، فلو لسه مشتركتش اشترك ومش هتندم. في اغلب الدول العربية بيعتبروا المرض النفسي حاجة عيب وما ينفعش تتكلم عنها او تعترف بمرضك، لان ده بيبقى زي وصمة عار. بس الفكر ده مش سليم خالص، لان المرض النفسي مرض زي اي مرض، لازم يتشخص ويتعالج. لو تجاهلته فانت بتقويه، وكده النتيجة هتبقى وحشة. عشان كده النهاردة جايب لكم افضل 5 افلام بتتكلم عن الامراض النفسية وازاي الغرب بيشوفها ويتعامل معاها. وعمل افلام كتير جدا، وفي افلام كتير جدا اتكلمت عن الامراض النفسية، بس احنا مش هنجيبها النهاردة. في افلام زي شاتر ايلاند وذا ماشينيست، بس احنا مش هنتكلم عنها. هنحاول نجيب افلام جديدة وكل فيلم يتكلم عن مرض معين. ويلا بينا نبدأ. الافلام اللي عملت جدل كبير قوي لما طلعت في 2016، لانه بيعتبر من اروع افلام الرعب النفسي. فيلم بتاعي من بطولة جيمس ماكفوي، وده بيعتبر اهم واروع ادواره في السينما. الفيلم بيحكي عن كيفن، مريض بمرض الفصام، بيعيش جواه 23 شخصية مختلفة تماما عن بعضها. كل شخصية ليها حياتها وطريقة كلامها وسلوكياتها. الفيلم بيركز على ان العقل وتصوراته هو اللي بيتحكم في الجسم بالكامل، ممكن يخليك طفل وممكن يخليك وحش. فيلم حلو جدا، وكان ترشيح من صديق لينا خالد، والفيلم ممتع لأبعد حد. متخيل فيلم ترشح ل11 جايزة اوسكار خد منهم 5؟ هو فيلمنا النهاردة. الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابري، من انتاج 2004. بيحكي عن قصة رجل الاعمال الامريكي هوارد هيوز، واحد من اغنى رجال الاعمال شهرة وفلوس في مجال الصناعة، خصوصا صناعة الطيران وصناعة السينما في الثلاثينات. الفيلم بيحكي عن قصة صراعه مع مرض الوسواس القهري، والأزمة الرهيبة اللي تعرضت ليها الإمبراطورية بتاعته بسبب مرضه. في ناس بتسمي مرض الوسواس القهري ده هوس النظافة، بس ده بيعتبر من أكثر الأمراض النفسية انتشارا، والفيلم ده هيعرفك كتير قوي عنه. فيلم دراما رومانسي من إنتاج 2014، بطولة جوليان مور وأليك بالدوين. أحداثه مبنية على رواية تحمل نفس اسم الفيلم. الفيلم بيحكي عن البروفيسورة أليس هولند، شخصية ناجحة جدا علميا واجتماعيا وماديا. بتبدأ في فترة كده تلاحظ إنها بتنسى حاجات، والموضوع ده بدأ يزيد عندها لحد ما بتتشخص بمرض الزهايمر. فيلم روعة ويركز على مراحل المرض وإزاي أليس كانت ماسكة في الحياة وبتصارع المرض بكل قوة. فيلم دراما مؤثر جدا، خصوصا إنه بيسلط الضوء عن ان مرض الالزهايمر ممكن يجي لسن متوسط، مش لازم يجي للسن الكبير. من انتاج 2015، خدت بسبب بري لارسون اوسكار احسن ممثلة. الفيلم بيحكي عن جوي وابنها جاك اللي عنده 6 سنين. هما الاتنين عايشين في السجن، بس مش سجن عادي، دي اوضة معزولة تماما عن الحياة. وده بسبب ان جوي اتخطفت لمدة 7 سنين من مريض نفسي حبسها في الأوضة دي، وخلفت جاك اللي ما يعرفش من الدنيا كلها غير الأوضة دي، وإن جوي هي أمه. ولما بدأ جاك يكبر ويسأل أكتر عن الدنيا، خلى جوي تفكر في الهروب. هل جوي وجاك هيقدروا ينجحوا في خطتهم في الهروب؟ ده اللي هنعرفه في الفيلم. فيلم ترشح ل23 جايزة، واخد منهم 17 جايزة، منهم 5 أوسكار، ومتصنف من ضمن أحسن 100 فيلم في التاريخ. الصراحة الفضول هو اللي خلانا اتفرج على فيلم من إنتاج 1975، بس كل الجوائز دي وتقييمه العالي خلانا أشوفه. بس طلع فيلم دراما كوميدي رهيب جدا. الفيلم من بطولة جاك نيكسون اللي بيقوم بدور ميرفي، وده واحد زي ما بيقولوا كده بالمصري مقطع بطاقته في الدنيا. كان متهم في قضية اغتصاب، وعشان يهرب من الإعدام عمل نفسه مجنون، وقال إن المستشفى أسهل كتير من الهرب من السجن. بس لما دخل المصحة النفسية لقى الدنيا صعبة خالص. ده اللي هتشوفه أحداث الفيلم. الفيلم ده بيسلط الضوء على أكتر من مرض نفسي، لأن ميرفي أثناء وجوده في المستشفى قعد مع كذا مريض نفسي، كل مريض بشخصية مختلفة، وهيعرفكوا إزاي كانوا بيتعاملوا مع المرض النفسي زمان في المستشفيات النفسية. فيلم حلو قوي قوي قوي. لو حلقة النهاردة عجبتكم ياريت تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، ولو أول مرة ليك في القناة ياريت تشترك في القناة، ومش هتندم أبدا. خلص الكلام، سلام.